اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على واحد الموضوع اللي هو مهم وخلق واحد الجدل كبير في الساحه العالميه ديال فقدان الوزن ديال السكري، واللي هو لوزامبيك. اوزامبيك هذا الاسم التجاري ديالو، ولكن هو تنتمي للعائله ديال الادويه لدانالوج ديال جي ال بي ان. شنو هو اوزامبيك؟ كيفاش تخدم؟ لمن تيصلاح؟ وعلاش خاصنا نكونوا حذرين مزيان في الاستعمال ديالو؟ اوزامبيك الماده الفعاله ديالو سميتها لا سيماغلوتيد. هذا دواء كيشبه واحد الهرمون طبيعي عندنا في الجسم ديالنا واللي هو جي ال بي ان. منين تناكلو الجسم ديالنا تيفرز جي ال بي ان باش تساعد البنكرياس انه يفرز الانسولين وينظم النسبه ديال السكر في الدم. وزيد على هذا الشيء جي ال بي ان تيعطل التفريغ ديال المعده وتقلل الشهيه. اوزامبيك تيخدم بحال هذا الهرمون ولكن بطريقه اقوى واطول. اوزامبيك تيتخاذ مره في الاسبوع عبر واحد الحقنه صغيره تحت الجلد، والاستعمالات الرسميه ديالو ولا الاستعمال الرسمي ديالو هو دواء لعلاج السكري من نوع جوج. ولكن حاليا الاستعمال ديالو تيدار خارج التوصيات الطبيه الرسميه، وتستعملوه الناس اللي عندهم السمنه ومقاومه الانسولين بلا ما يكون كاين السكري. دابا غادي نشوفوا كيفاش تخدم اوزامبيك. منين تاخذ اوزامبيك تاثر على الجسم بثلاثه ديال الاليات مختلفين. اول اليه كيحفز البنكرياس باش انه يفرز الانسولين، ولكن غير بالقياس من السكر تبدا يطلع. الاليه الثانيه كيوقف الافراز ديال الجلوكاغون اللي تيطلع النسبه ديال السكر في الدم. والاليه الثالثه اوزامبيك تيعطل التفريغ ديال المعده وكيعطيك احساس بالشبع اللي هو طويل وتيقلل لك الشهيه بشكل طبيعي. كتحس براسك شبعان باقل كميه ديال الماكله، السكر ديالك تيولي منظم بشكل احسن. وثالث حاجه انك تتخلص من داك السكر اللي عندك زايد بفعاليه اكثر. دابا باش نكونوا واضحين، في مرض السكري من نوع جوج اوزامبيك تعتبر دواء قوي وفعال، تيمكن باش انه ينقص السكر التراكمي ولا التحليه ديال الخزان من 1.2 حتى ل 1.8%، وتيمكن كذلك باش انه ينقص الوزن من 5 حتى ل 10% من الوزن الاجمالي، وتمكن له كذلك باش انه يحمي القلب عبر تخفيض خطر الجلطات والسكتات الدماغيه. ولكن هنا غادي ندير معكم واحد الوقفه. منين تيستعملوه الناس من اجل السمنه ومن اجل مقاومه الانسولين بلا ما تيكون عندهم السكري من نوع جوج، تيبداو المشاكل. اول حاجه عندنا ما كاينش دراسات كافيه على الامان ديال الاستعمال ديالو على المدى الطويل. ثاني حاجه كاين خطر ديال الاثار الجانبيه بحال الغثيان، التقيؤ والاسهال الشديد، وكاين خطر كذلك ديال التهاب ديال البنكرياس ومشاكل في الغده الدرقيه. ثالث حاجه الوزن اللي كيطيح مع اوزامبيك تيقدر يرجع بسرعه ملي كتوقفيه الا ما درتيش تغيرات في النمط ديال الحياه ديالك. دابا غادي نلخصوا الهضره اللي تقالت كامله. شنو هما النقط الايجابيه ديال اوزامبيك؟ اوزامبيك تيتحكم فيه تحكم ممتاز ديال السكر، كاين هبوط ديال الوزن اللي هو مهم، كاينه حمايه ديال القلب وديال الشرايين، وكاين مساله اخرى واللي هي مخاطر اقل ديال الهبوط ديال نسبه السكر مقارنه مع الانسولين. وكيف ما كل دواء عنده اثار سلبيه، كاين اعراض جانبيه في الجهاز الهضمي بحال الغثيان بحال القيء والاسهال، عنده خطر ديال الالتهاب ديال البنكرياس ومشاكل في الغده الدرقيه، وعنده كذلك الوزن ممكن يرجع بسرعه الى وقفت العلاج وما تبعتيش نظام غذائي متوازن. اوزامبيك دواء فعال عنده فوائد كبيره وعنده كذلك مساوئ اللي هي كبيره كيف ما كل دواء، ولكن الاستعمال ديالو خاصو يكون مسؤوليه كبيره. في الحاله ديال مرضى السكري من نوع جوج خاصو دائما يكون تحت اشراف طبي دقيق. اما في الحاله ديال الاستعمال ديالو الغير مرخص بلا مراقبه راه خطر وخطر كبير على صحتك وعلى حياتك. صحتك تستاهل خطه ذكيه ماشي حلول سريعه وخطيره. تابعني للمزيد مع دوك منى.